الحاجه اللي راه مرونه هي كاس افريقيا 2028. الكاف راه تحشم في المغرب اول حاجه، وهذه شحال كنا قلناها. علاش؟ التنظيم العالي، مستوى البنيه التحتيه مستوى عالي بزاف بزاف. حتى دوله من افريقيا ما زعمت حد الدوسي ديالها خوفا، وحنا كنا نقولها لهم اللي شاركوا فانكم وتقولوا المغرب والمغرب والتحكيم. ايه قدموا لنا الدواس، افريقيا حاصله، ها لا كاف حاصله، يحطوا لنا الدواسه. ولا دوله حطت الدوسي، لا مصر لا الجزائر، حنا منسحبين قال لك ما حطوش، لا حنا لا تونس ما عندهاش اصلا، جنوب افريقيا هاربه متى هي ما كان والو، الملاعب كانوا في كاس العالم واحد الوقيته، هما اليوم راهم حتى هما طاحوا. يعني وريونا دونك كيفاش نديروا هاد الكاس الافريقي. غادي تولي المغرب 2028 ما عندكش مستوى، ما عندكش بنيه تحتيه، وخايف تحشم لانه المغرب طلع على بار عاليه بزاف. يعني واحد في الدراجه نهار كامل وتهدر، واليوم ما قادرش تخرج تحط الدوسي ديالك 28. نهار كامل وانت تهدر، ونهار كامل وانت تكتب، ونهار كامل انت دير تدوينات، واليوم ما قادرش تحط الدوسي. وتجيو تشركوا فمكم الى عطاو المغرب 28. راه يعطيو المغرب 28 لانه ما كايناش دوله ما حطتش ملفها دوله. وانتم تشوفوا العالم كامل يعني يمشي يزور المغرب. يعني علاش؟ لانه المغرب طلع النيفو، طلع لبرا وهرب على افريقيا. راهي دول اوروبيه، وراه احسن من دول اوروبيه في المواصلات، في البنيه التحتيه، في الملاعب، في الفنادق. فنادق حسام حسن مسكين هذاك راه قال لك جا الناموس، احسن فندق كان عنده في طنجه قال لك جا الناموس، دول غازو اودي. نقول لك هذاك حسام حسن ينكر الخير، لانه حسام حسن من هذوك الناس اللي عنده حقد مع اللعابه ديال المغرب، سيرتو مع النيبت. راه كان عنده شي مشكل مع النيبت بكري. راه المغاربه لو كانوا يفكروا واحد شويه علاش حسام حسن هضر بهذيك الحقد، يعني محساد والغيره، وعنده حقد على اللعابه القدام، صرا مشكل مع النيبت. هذه من جهه. بصح يا حسام حسن يا صحابه الزيكو يا حفيظ الدراجي يا حطوا وسطكم، هي بينوا لنا علاش راكم هاربين كامل بكم. ها هي كاس افريقيا، هذه من انجح كاس افريقيا. صحفي غاني، حتى هو غني، حتى طولكم قبيل هذاك صحفي مغاني، وبلاد بالصحفيين بزاف قالوا لكم تجيو عندي انا لي كومونتير وتقولوا لي علاش المغرب راه ينظم كاس افريقيا. وقال لك البنيه التحتيه في افريقيا ما كانش، قال لك ولا دوله عندها ملف، ما عندكش. هذوك الدول اللي راهم يجيو يلعبوا عند المغرب ما عندهمش ملاعب ولا ملعب فاليدي. يعني كيفاش انتو بغيتوا تطوروا نفسكم وانتم ما عندكمش ملاعب وتقولوا للمغرب علاش تنظم الكيسان؟ يعطيونا ملعب. ها هو كاس افريقيا السيدات ولا دوله عندها شي ملعب. يلا وريونا. والمغرب غادي ينظمها هاد كاس افريقيا ديال السيدات، هي غادي يردها مستوى عالي، راه منظمه بملاعب احسن ملاعب. يعني وتجيو وتحلوا فمكم وتشركوا فمكم وانتم ما قادرينش على المغرب. بصح تبغيو تتهموا المغرب لانه علاش؟ لانه سي نورمال دول، راك عارف خاصك دير هذاك تعطيها للشعب. يعني الشعب مسكين مغلوب على امره تعطي له كول. بصح لو كنت تجي للواقع خرج اخويا وحط لنا الدوسي ديالك ومرحبا بك، نظم لا كوب دافريك، نظم لا كوب دوموند، نظم. ما تقدرش. المغرب الرياضه دارها في واحد المسافه عاليه وهاربه على افريقيا، ومازال تطيحوا في نفس البياج. والايام باينه، نهار يكمل ملعب احسن ملعب في العالم 115,000، ونهار يكمل طنجه اكادير وفاس ومراكش حتى هما يتغطاو يكونوا من احسن الملاعب في العالم. المغرب تولي عندها 8 ديال 10 ديال الملاعب تقريبا مغطين. مازال كاين ملعب ديال الوداد والرجاء حتى هما راهم يشوفوا كيديروا باش يديروهم ب 40,000 40,000 ولا 30,000 30,000 ويكونوا مغطيين. يعني رواحوا ملعب يمكن في وجده تشوف باش تشوف، والملعب يمكن عاود في الناظر، وملاعب عاود يمكن في العيون ولا الداخله ولا ما تعرفش، وتجبر روحك انت في موقف محرج.